السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل ايه مع بعض النهاردة؟ هنعمل العجينة الخطيرة دي، العجينة اللي هنعمل منها اي حاجة انت عايزة تعمليها هتعمليها بيها. تمام. طبعا انا عملت معاكم العجينة التانية قبل كده بتاعت الفينو، اللي ضفت لها بس المرة دي بس علبة زبادي. تمام. علبة الزبادي بس يا ولاد ضفتها لها، قلت ايه بقى فيه قيمة غذائية أكتر شوية. طبعا نفس العجينة اللي أنا بعملها معاكم كل مرة. نصلي على رسول الله ونبدأ كده مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. جمعة مباركة عليكم يا حبايب قلبي. يا رب يسعدكم يا رب ويوفق الجميع، ويا رب يكرمكم كده، وما ننساش اللايك والشير عشان ايه غيرنا يستفيد. تمام. صلى على الرسول كده ونبدأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا نفس العجينة اللي أنا بعملها. هنعمل ايه؟ كوباية دقيق على شوية مية دافية، على معلقة خميرة كبيرة، على معلقتين سكر، على مع ذرة الملح. طبعا دوبنا الكلام ده كله في معلقة الملح وسبناها خمرت معانا كده، ورجعنا حطينا ايه، ضفنا ايه تاني بعد ما خمرت؟ ضفنا نص معلقة بيكنج باودر، وضفت معلقتين لبن بودرة، وضفت معلقة خل أو معلقة ونص خل كبيرة، وكوباية الزبادي اللي احنا شايفينها مع بعض دي. تمام. نزلت الزبادي ونزلت بنص العلبة اللي احنا شايفينها دي زيت. عجنا بقى انا طبعا عجنت بالبركة يا ولاد. انا حطيت 4 كوبايات او 5 كوبايات بالمج العادي بتاعنا. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. طبعا أنا ما حبيتش أطول عليكم الفيديو. عجناها، خليناها الملمس بتاعها الناعم التحفة ده، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. العجينة دي هتعملي منها حاجات كتيرة، ممكن تنفع بيتزا يا أم أحمد. هي نفس طبعا عجينة البيتزا بالظبط. أنا طبعا هي عجينة البيتزا بتاعتي بحط لها علبة الزبادي اللي انتوا شايفينها دي، ونفس شوية الزيت. زيت زيتون موجود، ما مش موجود حط زيت التمويل عندك بس يكون ريحته حلوة. طبعا عملنا بقى منها خلية النحل التحفة دي بالنوتيلا. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. عايزة أقول لكم طالعة هشة وتحفة وحلوة جدا. ما شاء الله. أنا حبيت بس أقول لكم إن العجينة دي ممكن نعمل منها حاجات كتير. حتى العجينة اللي احنا التانية اللي احنا مش بنضيف لها زبادي، اللي أنا عملتها معاكم ورس قبل كده، برضو ينفع نعمل منها خلية النحل حلوة جدا. حطيت النوتيلا طبعا وكملت الصينية، محبتش اطول عليكم. هنعمل بقى ال باقي الفيديو مع بعض كده، نشوف حاجة جديدة هنعملها مع بعض حلوة جدا. ولادنا هيفرحوا بيها، ياخدوها سندوتشات. حابة تضيفي للجبنة اللي انا حطيتها ده، انا حطيت جبنة على زعتر على حبة البركة. حابة قطعي فلفل ألوان، فلفل رومي، لانشون بقى. حابة تضيفي أي حاجة ضيفيها لها. العجينة الولاد هتفرح بالتشكيلة اللي انت مشكلها لها دي. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، حلوة جدا. يا رب يوفقنا جميعا. وزي ما بيقولوا يا ولاد، قنوات الأكل كترت، يعني كترت على حظنا احنا الحمد لله. هنقوله ايه؟ المنحوس منحوس. الحمد لله والشكر لله. طبعا احنا ونصيبنا لنا نصيب ان احنا كان انا عن نفسي ليا نصيب ان قناتي تنجح او تتعرف. تمام، ماليش خلاص، انا راضية. يعني عايزة رسالة صغيرة حابة أوصلها بس للي كانوا زعلانين إن الواحد فتح قناة. أهم حاجة كلنا زي بعضنا أهو، ما شاء الله ولا قوة إلا، محدش بياخد رزق حد ومحدش بيبص في رزق حد يا ولاد والله. توكلوا على الله وربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بإذن الله. وأنا راضية. يعني في ناس كتير بتقول لي غيري المحتوى اعملي، لا أنا المحتوى لو في مشكلة هتكلم معاكم فيها زي ما كنت بتكلم معاكم، غير كده مش هينفع. اما النهارده بقى في حاجه صغيره هتكلم معاكم فيها. في اب كان عنده 3 ولاد. انا عايزه اقول لكم المذيع اللي كان بيتكلم على الحادثه اللي حصلت دي، بكى 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 فعلا. تشوفوا دموعه وهي نازله في الفيديو، يعني خلت الواحد قلبه وجعه. طبعا اي ام بتبقى حاسه بولادها، اي ام بتبقى حاسه باللي هيحصل. بيقولوا ايه؟ لا، قلب الام بيحس بكل حاجه والله. فقالت لهم المفروض كانوا هم بيسافروا كل مره في القطر، فقالت لهم قالت لباباهم لا ما يسافروش في القطر،
ما يسافروش في الميكروباص، خلوهم يسافروا في القطر. فباباهم بقى زي ما تقولوا استعجل وخلى الولاد شباب ما شاء الله، هم الثلاثة اللي معاهم خلاهم سافروا في الميكروباص. فالميكروباص عمل حادثة والثلاثة ماتوا. بيقول لك انا مراتي ما تعرفش ان انا اللي قلت لهم اركبوا الميكروباص. فبيبكي المذيع بيبكي، فانا هقول لهم انا السبب؟ انا مش عارف ابص لامهم هي كمان تروح مني. يعني الراجل مش قادر يقول لها انا اللي قلت لهم يركبوا الميكروباص. فده قضاء ربنا يا حاج، ده قضاء ربنا ومكتوبها لهم. ربنا يصبركم، ربنا يصبركم، ربنا يصبركم. انا يعني عذراك، لان الابن لما بيتعب بس بيجيله دور سخونية، بيجيله دور تعب، بتبقى الام هتموت عليه، هتموت مش تعبانة، هتموت كده. فيا رب يا رب عايزاكم كلكم تدعوا لهم بالصبر، ربنا يصبر قلوبهم. التلاتة اللي معاهم، التلاتة اللي حيلتهم، التلاتة زرعتهم راحت منهم مرة واحدة. الواحد قلبه وجعه والله لما سمعت المذيع وهو بيبكي. فكروا ان هو ابن ولاده هو، يعني ناس فيديوهات كتيرة نزلت ان هو ولاده هو. لا حرام عليكم يا جماعة، دي قصة و... والراجل كان بيحكي وقلبه موجوع على الراجل. يعني القصة تبكي الحجر. فتلاتة بيقول لك انا مش قادر ان انا اواجه امهم ان انا اللي قلت لاولادي اركبوا الميكروباص، ده نصيبهم. ولو في القطر برضو، ما في القطر كان هيتقلب برضو. دي العجينة اللي انا بقولت لكم عليها. الولاد هتفرح بالتشكيلة اللي انت عاملها لهم دي، هتبقى حلوة جدا وطالعة هشة وتحفة بسم الله ما شاء الله. احنا بنجدد والله. انا عارفة ان كلنا زهقنا عايزين نعمل حاجة جديدة، مش عارفين نعمل حاجة جديدة وبنعمل وبرضه ما احناش متشافين. فبإذن الله ما تيأسوش. أنا بقول لإخواتي وحبايبي أصحاب القنوات ما تيأسوش، ربنا بإذن الله هيعوض صبرنا خير بإذن الله، وقنواتنا هتتعرف وهتكبر وهتبقى قنواتكم كلها مليونية. يا رب يسعد قلوبكم، يا رب يسعد أيامكم. فنرجع للقصة تاني. عايزاكم تدعوا أنا ما أعرفهمش، أنا سمعت المذيع وهو بيتكلم بس أنا حبيت أتكلم معاكم. يعني الدنيا مش مستاهلة، الدنيا مش مستاهلة حد يزعل حد ولا حد يتكلم في حد كلمة وحشة. والله الدنيا ما مستاهلة. شباب زي الورد بيروحوا، شباب ما شاء الله عليهم ما دخلوش دنيا ولا فرحوا ولا شافوا أي حاجة. عريس الجنة اللي لسه رخر ده يوم فرح ومات. يعني يا أولاد والله الدنيا ما مستاهلة. اللي بيموت مراته واللي بتموت جوزها. طب انت يا بنت الخيبة، انت لما انت مش عايزاه اتطلقي منه وسيبيه. وانت يا اهبل انت، لما انت اخرك اعدام وهي اخرها ماتت، ليه تقطع مراتك وانت ليه تقطعي جوزك؟ الدنيا مش مستاهلة. انت مش عايزة جوزك سيبيه، سيبيه. حرام حرام، ليه تموتيه كده؟ دهنت الوش ودخلتها الفرن طبعا. لان كل يوم بنسمع اللي قتل واللي قطع واللي عمل. ايه ده؟ ايه كمية اللي بقى في القلوب، القلوب حجر. ايه ده؟ حرام. جوزك انت مثلا بتخونيه، هتقابلي ربنا ازاي؟ هتقولي لربنا ايه؟ هتقولي لربنا ايه يوم ما تقابلي كده ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك، اتق الله في جوزك، اتق الله في ولادك. ولادك يتيتموا. يعني انا كنت حابه اطلع اتكلم معاكم وقلت هعمل الفيديو ده واتكلم معاكم. ولادك يتيتموا. ليه مثلا تمشي مش طريق مش كويس، طريق كله شمال؟ ليه؟ ليه مش عاجبك جوزك يا ست تطلقي منه؟ ولا انكيش تروحي شاب الناس كلها بتشكر فيه، الناس كلها بتحترمه. ده اللي معموله بالنوتيلا يا ولاد، تحفه 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 بسم الله ما شاء الله. شوفوا الجمال، بقول لكم شوفوا الجمال. طبعا المؤنس اللي كانت بتصورني بقطع كده وداها هي تاكل. لا بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. تحفة العجينة، تحفة اسفنجية ملهاش حل ما شاء الله. وانا ببقى مبهورة بحبايبي وزمايلي واخواتي اللي بيعملوا حاجات جديدة. والله انا ببقى فرحانة بيهم، فرحانة فعلا بيهم كلهم. يا رب يوفقكم يا حبايبي ويجعل تعبكم في ميزان حسناتكم يا رب. وقنواتنا تتعرف يا رب، يا رب قنواتنا يا رب تتعرف وتكبر كده بإذن الله. وأنا صابرة الحمد لله، وبإذن الله ربنا هيجازينا خير. فاللايك والشير يا حبايبي. الفيديو بيبقى جايب الفيديو بسم الله ما شاء الله، المحشي جايب 400 مشاهدة ما شاء الله، وما فيش لايكات خالص. يعني اللايك أنا يعني بحط اللايك قبل ما بعمل أي حاجة.
ماشي. فما ننساش اللايك، واعملوا شير للفيديو بالله عليكم عشان قنواتنا تكبر، ونصلي على الرسول كتير كتير كتير، وندعي لاخواتنا في غزة طبعا، ربنا يا رب يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، يا رب تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وترحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. انا طبعا طولت الفيديو النهارده معاكم شويه لان كنت حابه اتكلم معاكم. انا عايزه اقول لكم كلمه تانية يا اولاد، والله والله انا ببقى مرتاحه نفسيا لما بتكلم معاكم. انا بحبكم في الله كلكم، ربنا يسعدكم. اسيبكم في رعايه الله وامنه، في رعايه الله يا حبايبي.